اكبر كذبه قراوها لنا في الدومين ديالنا ديال لوسبيتاليتي ولا ديال الاف ان دي بي ولا الكاستمر سيرفيس هي لو كليون ايت ان غوا او لا الزبون بمثابه الملك. انا شخصيا على نفسي تنعرف ملك واحد، والله يخليه لنا والله ينصرو والله يطول في عمره. متفق ان الكليان ديالك خاصك ترضيه وتقدم ليه احسن خدمه واحسن سيرفيس، ولكن حتى هو خاصو يحترم القانون الداخلي ديال المحل ديالك، سواء كان اوتيل سواء كان ريستورون سواء كان سناك سواء كان باتيسري سواء كانت اي حاجه. عندها الحرمه ديالها وما عندوش الحق يهين او يقلل الاحترام على الستاف ديالك او العمال ديالك. علاش؟ لانه حتى المحل ديالك عنده حرمه، وحتى الستاف ديالك او الناس اللي خدامين معاك عندهم الحق في الاحترام وفي المعامله الحسنه. انا حضرت في واحد الواقعه وكانت ألمتني بزاف، وفين في اوتيل 5 ايطوال ومعروف بزاف. واحد مسكين من الستاف كان خدام من مور الكونطوار، جا عنده واحد الكليان ما عرفتش شنو دار بيناتهم، ولكن شي حاجه تافهه. ناض داك الكليان بزق على داك السطاف في وجهه. هذاك السيد مسكين راجل كبير مسحها ومشى لعند الماناجر ديالو قالها ليه، والطامه الكبرى انه الماناجر ما دار معاه والو. واذا كنت انت ولا انت بحال هذا الماناجر ولا هذا الباترون اللي ما جابش للسيد حقه، فاعرف انك انسان فاشل. ولوطيل ولا الريستورون ولا السناك ولا اي حاجه اللي انت يا الباترون ديالو ولا ريسبونسابل فيه، كون متاكد اعطيه واحد شويه ديال الوقت والله تيطيح. علاش غادي تطيح؟ لانه السطاف ديالك هو العمود الفقري ديال المحل. تهليتي فيه وشديتي بيديه وتعاملتي معاه مزيان غادي تمشي بعيد. درتي العكس انت اول واحد غادي تفشل. عاد المحل ديالك ودير في راسك هذه القضيه مزيان. من بعد الله عز وجل الرزق ديالك كيجي عندك بسبب هاد الناس هادو اللي هما السطاف ديالك. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. السلام عليكم.